من شخص فاشل لنجم يوتيوب، والنهارده هوريكم سيت اب احلامي. لا اقفل. يعني ده مش شكل سيت اب واحد عنده مليون مشترك، لكن انا هغير كل ده. في الفيديو الاول عرفنا التحدي ان احنا نوصل قناه من 0 ل 100,000 متابع في وقت قياسي، ونتعلم كل المهارات الخاصه بانشاء المحتوى وبشكل احترافي زي التصوير والمونتاج والجرافيك. ونهينا الحلقه بسؤال ليكم، قدامنا خيارين، قناه عن التنميه او عن الطلاب، فانت اللي هتقرر. اختار بدقه عشان مصير السلسله بين ايديك. وبعد ما قرات كل التعليقات وشفنا الاستبيان واخترتوا ان احنا ندمج الاثنين مع بعض، وبكده هنبدا اول خطوه في قناتنا. لكن قبلها هنعمل الاستوديو، وهوضح لكم 3 انواع من الاستديوهات. بصفر جنيه حرفيا ممكن تعمل استديو لغايه 100,000 جنيه. لما اخترتوا ان احنا ندمج المجالين مع بعض انا كنت مبسوط جدا، لان كل مجال فيهم بيعبر عن جزء من شخصيتي. اختيار موفق والله يا شباب، ساعدتوني جدا. اول خطوه بقى معانا ان احنا ننظف الاستديو. لا الشغل ده مش هينفع، لازم ننظف كل ده. ومعانا عبد الله هيساعدني في الفيديو او في تنظيف الاستوديو يعني. كم في النظافه دي؟ تعال يا عبد الله. يا عم ارحمني، اسمع يا ناس، حد يرحمني من الواد ده. الفيديو ده ممكن ينزل كاس ام ار كده، انت مستمتع هو في نظافه شغال. ليه انا بغير واجدد في الاستوديو؟ لان في عيوب كتير. اولا مشكله الصوت، انا حاطط المرتبه دي علشان في صدى صوت في الاستوديو، في صدى صوت، سامعين؟ فهحاول اعالجه. تاني حاجه انا عاوز اكتر من زاويه للتصوير. ثالث حاجه الزوايا تكون مناسبه للمحتوى اللي احنا هنقدمه، هو المحتوى التنموي والتعليمي. رابع حاجه في بعض المعدات هتكون ناقصه معانا، فاحنا ممكن نجيبها دلوقتي. ودلوقتي هنبدا نعمل اول شيء وهو الفوم اللي جبناه على الارض، وده علشان يقلل شويه من الصوت. تاني حاجه هنركب سفنجه على الحيط، واتمنى لغايه دلوقتي ان الموضوع ده ينجح، لان انا مش عارف هل هينجح ولا لا. انا فشلت يا حسين. قبل ما اقول لك على الاسعار بتاعه الديكور وازاي تعمل استوديو من 0 لغايه 100,000 جنيه، تعال نبدا في تصميم القناه بتاعتنا. قبل ما نعمل القناه هقول لكم على سر محدش يعرف. في 2018 انا بدأت قناة جديدة على اليوتيوب، وبعد سنتين من تنزيل الفيديوهات وصلت ل 700 مشترك. فانا عرفت ان انا كنت بدير القناة بأسوأ طريقة ممكنة، وممكن لو وظفت المجهود ده بشكل مختلف كان الموضوع هيتغير تماما. خليني اشرح لك. القناة اللي انا بتكلم عنها هي السهراية، ودي بدأت اعمل عليها فيديوهات من 2018 ل 2020. محتوى طويل لكن كان صعب جدا تجيب مشاهدات، لان انت بتدخل مع منافسة مع غيران في نفس المجال بتاعك، ناس اقدم منك، معاهم فلوس، معاهم امكانيات، معاهم خبرة. ايه اللي هيخلي شخص زيك يسيبهم بيسمعني انا بدون خبره، بدون امكانيات، بدون جوده؟ فطبيعي وحتما ولا بد كنت هفشل. وعشان كده تخطيت الموضوع وبدات قناه يوتيوب جديده اسمها القريفاني شورتس، ودلوقتي تخطت 1.5 مليون متابع بعد سنتين تقريبا. وعشان كده هقول لك الكوارث اللي وقعت فيها في الاول واللي مش هنعملها في القناه بتاعتنا الجديده، وكل ده في 5 خطوات بس. رقم 1، خليك براند. اتعامل مع قناتك على اساس ان هي شركه، لازم يكون لها اسم مميز مختلف عن كل الناس، وده اللي هيساعد الناس تفتكرها ولما تبحث عنها تلقاها بسهوله. يعني مش انت اسمك محمد احمد فتسميه للقناه بتاعتك محمد احمد، في 60,000 واحد اسمهم محمد احمد. وعشان كده قناتنا هسميها عم القريفاني، لان انا هدي نصايح للطلبه والشباب وانا داخل على الثلاثينات، فانا خلاص بقيت عم. لازم يكون في الوان معينه ولبس معين وستايل مونتاج معين، كل ده بيربط هويه وشكل عند المتابعين وبيفتكروك بيه. يعني مثلا لو شفت الغرفه دي هتقول ايه؟ ايوه دحيح. لو شفت الغرفه دي هتقول ايه؟ ناصر العقيل. الناس دي بقت مميزه بشكل السيت اب والالوان والموسيقى والمونتاج وكل الحاجات اللي بيحطوها في الفيديو، بقيت هويه اليوم. اول ما تشوف الحاجات دي تعرف مين ده. تاني شيء، اختار تخصص. اغلب المبتدئين بيخبطوا في كذا مجال، شويه يعمل افلام رعب، شويه يتكلم على الكوره، شويه يبتدي في الجيمنج، او حتى يدخل في مجال بشكل واسع زي ما انا عملت مجال ثقافي بتكلم عن التاريخ والسياسه والجغرافيا. وده غلط. ممكن لو عملته بشكل صحيح يجيب لك جمهور كبير، لكن الجمهور ده مش بيبقى مهتم معاك جامد، لان انت بتاع كله وبتاع كله بيتنسي. فدي تاني غلطه انا عملتها، وعشان كده هنصلحها في القناه اللي جايه. لو عاوز تعرف ايه المجالات المنتشره في صناعه المحتوى، ممكن تروح للعبد بتاعك شات جي بي تي وتقول له قول لي ايه هي المجالات المشهوره في صناعه المحتوى واللي عليها مشاهدات عاليه، او تشوف انت بتسمع ايه واعمله علشان تعرف الترندات اللي بتظهر، وعلشان يبقى عندك شغف ان انت تستمر سنه واثنين وثلاثه ومن غير ما يكون في عندك ضغط. انت بتحب الموضوع ده فتعمله بكل اريحيه وحب. 3، الميزه التنافسيه. ادخل على كل الناس في المجال بتاعك، اعمل لهم متابعه، اسمع فيديوهاتهم، حللها وشوف ايه المميزات اللي عندهم وايه العيوب اللي معاهم.
اتعلم الاساسيات، مونتاج، تصوير، كتابه، وابتدي بقى عدل من العيوب اللي عندهم هم. في شخص بيتكلم كلام عادي ومش بيهزر بس بيقدم معلومات قيمه، شخص تاني بيقدم معلومات لكن مش قيمه لكن شرحها افضل. فايه رايك لو اخذنا الموضوعين وعملنا لهم دمج مع بعض؟ ده هيخليك مميز. شخص ثالث شخصيته حلوه في الكلام قدام الكاميرا وكمان المعلومات اللي بيقدمها قيمه جدا جدا ولكن المونتاج بتاعه ضعيف. فانا اتطور اكتر في مجال المونتاج ونافسه علشان يبقى الناس بتستمتع بالنظر ليا، بالنظر للفيديو بتاعي، ودي اسمها الميزه التنافسيه. اعرف ايه موجود عندك وهتنافس بيه اللي في نفس مجالك. لو مستمر لغايه هنا فانت اكيد مهتم بمجال صناعه المحتوى. هتلاقي قناه على الواتساب اسمها اكاديميه صناعه المحتوى، هنزل فيها نصايح تهم كل صناع المحتوى وكل شخص نفسه يبدأ في مجال صناعة المحتوى. رقم 4 الاستمرارية. قناة السهراية اللي كنت شغال عليها لمدة سنتين من 2018 ل 2020 ما كنتش ملتزم أبدا. في الفترة دي نزلت تقريبا 12 فيديو بس، يعني 6 فيديوهات في السنة، وده معدل سيء جدا جدا. انت لازم تلتزم على الأقل يكون فيديو كل أسبوع، والمنصة تعشقك لو بتنزل فيديوهات أكتر. طبعا ده مش معناها مشاهدات ومتابعين أكتر، لا، حاول تفهم ازاي أصلا بتيجي مشاهدات وازاي أصلا الناس بتعمل لك اشتراك. لو فهمت اللعبة دي وعملت محتوى كتير منها هتوصل بسرعة جدا لأول 100,000 متابع. ده كنت شرحته في الكورس بتاعي، ولو حابب تنضم ليه هتلاقي الرابط برضو بتاعه تحت. خامس وآخر حاجة، اهدى واصبر. الشهرة مش مجرد فيديو. لو هدفك تكون مشهور فقط يبقى مش هتتشهر. لازم يكون هدفك ان انت تكون مشهور بشيء نافع ومفيد علشان تبقى فخور بنفسك. فالشهرة كهدف ملهاش اي لازمة غير لو انت مشهور في شيء كويس. واخيرا اللحظه المنتظره، اوريكم السيت اب الجديد والاستوديو عملنا ايه فيه، بقى كان ايه وبقى ايه. قبلها هقول لكم على اول استوديو عملته وده كان تقريبا ب0 جنيه. انا جبت شويه جرايد لزقتهم على الحيطه، خريطه مصر لقيتها مرميه في البيت جبتها، وكمان لقيت راديو قديم وحطيته، وهوب ده بقى الاستوديو الاولاني. يلا يا ابني شغل الموبايل واتكلم. ثاني استوديو بقى كان الموضوع مختلف شويه، جبت ستاند وجبت اضاءات، والموضوع كان مكلفني 10,000 جنيه بالموبايل والمايك والاستندات. وطبعا ممكن تعمل ستاند واضاءه بشكل بسيط جدا وببلاش تقريبا من الفيديو اللي فات، اسمع لو ما شفتهاش. واخيرا اللي احنا فيه ده تقريبا ب100,000 جنيه. تعال اعرف. اول حاجه عندنا الاوكتا وعليها هيد، ده تقريبا ب10,000 جنيه. معانا 2 سوفت بوكس، سوفت بوكس الواحد ب 800 جنيه، وحاليا ممكن يكون وصل 1200 لان انا مشتريه من بدري. ومعانا رينج لايت كبيره تقريبا برضو ب 1200 جنيه. معانا بعض الاضاءات ممكن توصل لها ل 2000 جنيه. الاضاءه بتاعت يوتيوب دي كنا دافعين عليها جمارك، هي جاتنا هديه بس دفعنا عليها جمارك مبلغ برضو. الكمبيوتر يعتبر من اغلى الحاجات، لو حاليا ممكن يجي له ب 10,000 جنيه بالسماعات بالحاجات بتاعته. المكتب، الكتب، وكمان الزرعه بسعر غالي برضو خالص. وطبعا كرسي الجيمنج اللي ما انصحش اي حد يشتريه، اشتري كرسي مكتب. الجيمنج ده المنظر للتصوير، لكن للاسف علشان جلد في الصيف بيبقى صعب خالص ان انت تقعد عليه وسخن جدا، فانصحك تجيب كرسي مكتب هيكون افضل. اما بقى المشاكل اللي كانت موجوده اتحلت. اول حاجه مشكله الصوت، علقنا بانل للصوت علشان صدى الصوت، لسه برضو المشكله قاعده بس بنسبه اقل، يعني هنزود تاني. تاني مشكله كانت معانا ان احنا مش معانا اكتر من زاويه للتصوير، لكن دلوقتي تقريبا في معانا 3 زوايا للتصوير، الزاويه دي والزاويه دي والزاويه دي. وجاءت اللحظه النهائيه وهو اختياركم للحلقه القادمه. ودلوقتي القرار بين ايديكم، اختاروا شخص اتبع اسلوبه في التصوير والمونتاج. وانا افضل 2 بحب اتفرج عليهم احمد ابو زيد صاحب قناه دروس اونلاين، وعبد الله علاوي، الاثنين مهتمين بنفس المجال اللي ببدا فيه القناه الجديده، وعشان كده اختاروا، لان باقي السلسله هتكون محدده بالاختيار بتاعك.